واخد بالك يا حبيبي؟ بيت وأسرة، مش حب بس وخلعون. هو انت عمرك فكرت يعني ايه حب حقيقي؟ عيد الحب هو اليوم اللي ناس كتير بتستناه عشان تعبر عن مشاعرها، لكن بجد هل احنا محتاجين يوم معين عشان نحب؟ تعالوا نشوف الموضوع ده. اول حاجه عايز اقولها ما ننساش كلنا اننا ندعي لاخواننا في فلسطين، لعل وعسى ربنا سبحانه وتعالى يستجب لنا جميعا. فدعواتكم ليهم دايما ربنا ينصرهم ويثبتهم ويعوضهم خير. وعايز اقول لك على سر، اقول لك على نقطه مهمه نص الفيديو كده عشان بصراحه خايف اقولها دلوقتي. خلينا اول حاجه نتكلم عن تاريخ عيد الحب. لو رجعنا بالزمن شويه هنلاقي ان عيد الحب ده اصله جاي من الغرب، وبدا عندنا في الوطن العربي كتقليد غريب، ومع الوقت بقى يوم معتاد او تقدر تقول يوم تجاري مليان هدايا وورد. لكن هل الحب الحقيقي بيحتاج كل ده؟ المفروض ان يكون الحب اكبر من مجرد يوم نحتفل بيه، وده لان الحب هو احساس سامي ومشاعر بين اتنين. طيب يلا بينا نشوف رأي الاسلام في الحب والمشاعر. الاسلام بيشوف الموضوع ده ازاي؟ طبعا انتوا مستنيين اللي انا اقول دلوقتي مفيش حاجه اسمها حب، وان الحب ده حاجه حرام ودي بدعه، مفيش حاجه اسمها مشاعر، مفيش حاجه اسمها اتنين يحبوا بعض. الاسلام معروف عنه الجواز بس، مفيش حاجه اسمها مشاعر بين اتنين ولا يحبوا بعض ويقولوا كلمات حب لبعض. لا 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 لا، الكلام ده حرام، الكلام ده غلط. ايه ده؟ ازاي في كده؟ ايوه انا معاك والله، انا ما قلتش ان الحب حرام اصبر بس انا لسه هفهمك. بص، الاسلام بيعترف بالحب كليا وبيشوف انها حاجه طبيعيه جوانا، لكن الاسلام ببساطه شديده بيقول لنا ان الحب محتاج ضوابط تحفظه وتحافظ عليه وتخليه يفضل نقي. يعني الاسلام لحد دلوقتي بيقول لنا ان الحب موجود ومشاعره مشروعه تماما، واخد بالك؟ تماما. لكن طبعا مش بالشكل اللي بيعملوه في عيد الحب. طبعا انت فاهماني صح؟ وانت كمان صح ولا ايه؟ طيب الكلام بقى اللي انت عمال تقوله دوت، يعني انت عايز تقول ايه؟ احنا قلنا الاسلام بيعترف بالحب وبمشاعره. طب ازاي الاسلام بيدعم الحب ده؟ اقول لك يا سيدي ببساطه عن طريق الجواز، لان الجواز مش مجرد عقد وورقه بس، ده التزام حقيقي بين اتنين. الاسلام بيسمح ليك انك تعبر لشريك حياتك بالحب والمشاعر اللي جواك عن طريق طريقه تقدر تبني بيها بيت وأسرة. واخد بالك يا حبيبي؟ بيت وأسرة، مش حب بس وخلعون. وكمان بيسمح ليك وليكي ان انتم تعيشوا الحب ده بصفة مستمرة، مش بس في مجرد يوم. طب انت عارف ليه الاسلام بيشجع الحب في اطار الزواج؟ لان هو ده الحب اللي بيدوم. يعني مثلا لو حضرتك النهارده او حضرتك حبيتي حد وما اتجوزتوش، الطبيعي ان انتوا اما تفضلوا ماشيين مع بعض في الحب ده اللي هو مش مشروع طبعا، او ان انتوا هتنفصلوا. فلو انفصلتوا هنا الحب انقطع، ما دامش، فاصبح الحب اللي فات كان مجرد ظاهرة او كان مجرد حالة مؤقتة. لكن بقى لو اتجوزتوا ان شاء الله الحب هيستمر معاكم على طول. وده طبعا لو خدتوا بالكم من نقطة بسيطة جدا، سواء انت كولد او انت كبنت، وهي مقياس او معايير اختيار شريك الحياة. عشان ما نفرعش الموضوع ونخش في موضوع تاني، ممكن نبقى نتكلم عن الموضوع ده في فيديو تاني، ولكن ببساطة شديدة اختاري حد يكون مناسب، واولا يكون بيتقي الله، وكذلك انت اختار واحد تكون بتتقي الله فيك عشان تقدروا تعيشوا مع بعض الحب اللي انتوا نفسكوا فيه. طب احنا قلنا الاسلام بينص او بيشجع على الحب اللي بينمو مع الزواج او بينمو مع الوقت، الحب اللي بيبقى متأسس على الدين والاخلاق، وده الحقيقة بيكون ليه معنى اعمق بكتير قوي من اي حب تاني. فليه تبهدل نفسك وتختار حب مؤقت وانت عندك البديل الاساسي اللي يعيش معاك العمر كله؟ جينا بقى للنقطة المهمة جدا واللي انا الحقيقة كنت خايف منها ما رضيتش اتكلم عنها في اول الفيديو. سؤال دلوقتي، ليه الاسلام بيعتبر ان عيد الحب ده بدعة؟ طبعا ده كلام انتوا سمعتوه كتير جدا، بس هو اللي ممكن يكون مختلف المرة دي ان انا عايز اقول لك ان عيد الحب هو اصلا ملوش اساس في مجتمعنا او في ديننا او في ثقافتنا، ده مجرد بس تقليد اجنبي دخل مجتمعنا وللاسف اصبح حاجة اساسية دلوقتي. وانا عايز اقول لك ان الاسلام
حذرنا وأمرنا إن إحنا نبعد عن البدع ونتمسك بالأصل، لأن في الحقيقة أي بدعة بتجر لبدعة بعدها، وده طبعا بيخليك تبعد عن ربنا وعن الطريق الصحيح، وبالتالي أكيد هتعيش حياة مش سليمة. فأنت وأنتي بدل ما بنستنى اليوم دوت كل سنة ونحتفل بس بيوم واحد، ممكن تخزني مشاعرك وتخزن مشاعرك لشريك حياتك لما ربنا إن شاء الله يرزقك بيه، وساعتها والله هتحس فعلا بالحب الحقيقي. وعشان أكد لك إن الإسلام ما حرمش الحب أو ما منعوش، خليني أقول لك إن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن السيدة عائشة قال عنها إني رزقت حبها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبه عشان تصدقني. في النهاية عايزك تفكر في اللي احنا قلناه. ليه تختار الحب اللي ممكن يختفي بسرعة، أو بصورة أوضح ليه تختار الحب اللي فيه معصية ربنا سبحانه وتعالى؟ اختار صح وعيش الحب في إطار الإسلام، لأن صدقني والله ده الله يحافظ عليك وعليكي ويخليكم تحسوا بالسعادة الحقيقية. زي ما قلت لك عيد الحب هو يوم واحد، لكن الحب الحقيقي هو حب مستمر ومبني على الالتزام. انا عايز اقول لك على حاجه عشان ما تبقاش متخيل ان اللي بيتكلم مش حاسس باللي انت حاسس بيه. انا جربت موضوع الحب ده قبل كده، جربته قبل ما اتجوز، واللي انا بقول لك عليه دلوقتي دوت هيعمل لي مشكله كبيره في البيت على فكره. مش مشكله، عادي، المهم ان انت تستفاد. لكن الحقيقه لما تخليت عن الحب دوت لانه كان حب غلط، وعزمت على ان انا اصبر لحد ما ربنا يكرمني بزوجه صالحه، وقد كان عرفت ساعتها فعلا الحب اللي يستحق اللي انت تصبر عشانه. شفت انا خرجت نفسي من المشكله بتاعت البيت ازاي؟ افهم. في الاخر لو عجبك الفيديو، لو يعني عجبك، شاركه عشان كل الناس تعرف ان الحب شيء جميل جدا، ولكن في شويه ملاحظات لازم نعرفها. اشوفكم فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.